شوط أول من منتخب مصر 10/10 تكتيكيا وفنيا من حسام حسن. أداء وروح وعزيمة وإصرار من اللعيبة، خطوط متقاربة، ضغط قوي على فريق جنوب أفريقيا. هدف من ضربة جزاء صلاح حطها بانينكا زي ما بيقولوا، عالمي محمد صلاح لبس اللعيبه بتاعهم ضربة جزاء هايلة. أنا بس عايز صلاح يتحرك شوية في قلب الملعب، يهرب من الرقابة، يتحرك وزيزو يدخل بداله على الخط، تبادل مراكز، يعمل خلل حتى دفاع عندهم. احنا شغالين 10/10 45 دقيقة. أسوأ ما في المباراة الحكم. أولا في الدقيقة حاجة و20 فاول لعمر مرموش على مكوينة، خد فيها إنذار، الراجل داس على انكر رجله فيها كارت احمر، لا الفار جابه ولا اللعيبه ده تعترض على انه كارت احمر عشان الضربه. اللعيبه بيقولوا ده رايح انفراد، هو مش رايح انفراد، هو فيها عرقله من الخلف وتهور، فيها كارت احمر مباشر، كان لازم الفار يجيبه. صلاح ككابتن فرقه لازم يكون اقوى من كده في الضغط على الحكم. حكم ضعيف جدا، هو اسوأ ما في المباراه الحكم. محمد هاني يستحق في اللعبه الثانيه فعلا انذار، لكن اللعبه الاولانيه ما يستحقش فيها انذار اصلا. واللي مديله الانذار الحكم الرمه، الحكم الرابع اللي قاعد بره. لكن كاداء منتخب مصر 10/10 ما شفناش ولا فرصه ولا هجمه منظمه لجنوب افريقيا. هم اضعف من انهم يهاجمونا بسبب القوه بتاعتنا في الضغط والشراسه وتضييق المساحات عليهم. اتوقع الشوط الثاني طبعا الباك رايت اللي معاه بره احمد عيد مش هيلعب زيزو باك رايت، وجهه نظري يخرج تريزيجيه وينزل احمد عيد باك رايت ومرموش هو اللي يلعب على الطرف. وعلى حسب اللعب بقى، الكره لو ناحيه الشمال صلاح يضم مهاجم، الكره لو ناحيه صلاح مرموش يضم مهاجم وزيزو يكمل من تحت. مش هتيجي غير كده. انزل باك رايت مكان تريزيجيه، الفرقه شغاله 10/10. او مش عارف هيعمل ايه في حته الباك رايت، هل هيكتفي بزيزو باك رايت ويكمل على كده؟ معرفش بصراحه، مش عارف هيعمل ايه. لكن انا وجهه نظري عشان كده قلت كان ياخد عمر جابر، عنده خبرات ينفع في ماتش زي ده. احمد عيد لعيب متهور بيملى الملعب جري وخلاص، مش باك رايت تقيل. اتظلمنا من الحكم في طرد محمد هاني. ثنائيه رامي ربيعه وياسر ابراهيم 10/10 بصراحه. اتمنى الشوط الثاني نكمل على المستوى والاداء ده، والخطوط تفضل متقاربه زي ما هي وما نتاثرش بالطرد. شكرا.